يا تعيشي سعيدة ومرتاح بالك وعلى الأقل مش في مشاكل. فاتحة قضي وقت كبير مع حماكي وحماتك. بلاش تاخدي حد وتسمعي كلام الناس اللي بتقولك خدي واحد يكمل. وحشتوني جدا، وحشتوني قوي. متأخرة عليكم في الفيديوهات ده حقيقي، بس المرة دي الصراحة دول بصوا كلمتين في زوري كده مش قادرة امسكهم. طبعا كلكم شايفين الحوادث اللي بتحصل بسبب حوارات الجواز او العرايس الكتير قوي والاطفال اللي بتموت كتير قوي ما بين كل اتنين متجوزين، اللي هو حرفيا بدل ما بيروح يطلقها يا بياخد عياله يرميهم، يا يذبحهم، يا يخنقهم، يا يقتلها، يا يروح يقتلها، يا يروح يعمل فيها مصيبة، يرميها من البلكونة، يعذبها، يموتها ويسيبها تنزف لغاية ما تروح فيها، وفي الاخر بقى يا يموت نفسه يا اما يهرب يا اما. ليه يا جماعة؟ ليه بيحصل كل ده؟ هو ليه احنا ما عندناش فكرة الطلاق؟ الطلاق مش حرام. مين حرم الطلاق؟ ربنا قال الطلاق في كتابه الكريم. ليه احنا بقى محرمينه؟ ليه انت طالما وصلت لنقطة ان انت ولا طايقها ولا طايق العيال ليه مش بتطلقها؟ ليه انت طالما وصلت لنقطة ان انت مش طايقة زوجك، مش طايقة العيشة معاه، العيشة بقت لا تطاق، ليه انت ما بتروحيش للطلاق تتطلقي؟ خلاص خلينا نرجع للنقطة من البداية خالص يا جماعة، من البداية بصوا من الصفر. اول حاجة الجواز يا جماعة ده مشروع العمر. يعني ايه مشروع العمر؟ يعني ده الجواز ده مش سنة سنتين وهتخلصي منه، مش حاجة هتقعدي فيها شهر شهرين، سنة 10 وتخلصي منها، ده العمر كله. الزوج اللي انتي بتتجوزيه ده مش بني ادم كده هيبقى عايش معاكي كده وخلاص، ده بني ادم هيشاركك النفس اللي بتتنفسيه. انتي متخيلة؟ النفس اللي بتتنفسيه هيشاركك فيه، يعني هيبقى كل حاجة من حقه يعرفها، كل حاجة لازم تاخدي امره واذنه فيها، كل حاجة والطاعة ليه واجب، فاي حاجة هيقولك عليها لا هتبقى لا، اي حاجة ما بينكم بقى هتبقى بالاتفاق، يعني طالما في اتفاق تمام. فخلينا نرجع للبداية خالص. اولا بلاش تاخدي حد وتسمعي كلام الناس اللي بتقولك خدي واحد يكملك. مفيش حاجة حبيبتي اسمها الكلام ده، انتي خدي واحد طبعه نفس طبعك، مفيش حد بيكمل حد. انتي خدي واحد اللي انتي بتحبيه هو كمان بيحبه، اللي انتي بتكرهيه هو كمان بيكرهه. لكن جو ان احنا نكمل بعض الكلام ده في الافلام في المسلسلات التركية، لكن احنا في مصر او في اي مجتمع عربي مفيش اتنين بيكملوا بعض، هما اتنين يا يعيشوا مع بعض في سلام يا الاتنين بيأذوا بعض وما بيبقاش فيه سلام. تمام؟ دي اول نقطة. تاني حاجة أرجوكي بلاش تبصي على الشهادات وعلى الفلوس وتنسي أخلاق البني آدم ده. بجد يا جماعة اللي بيفضل ما بينكم في البيت انتوا الاتنين أخلاقكم بس. عايزة تعرفي أخلاقه عاملة ازاي، عايزة تعرفي تربيته عاملة ازاي، بصي على حماكي وحماتك، بصي على باباه ومامته، بجد بصي على باباه ومامته وشوفي هم بيتعاملوا مع بعض ازاي. حماتك دي انتي في المستقبل، يعني معلش حماتك لو بتتضرب من حماكي فانتي هتكوني بتتضربي من حماكي بعد كده. حماتك دي هي حياتك انتي كده، ما تقوليش لا انا مختلفة انا مش عارفة ايه. لا يا حبيبتي انتي مش مختلفة، انتي هتتجوزي واحد اخد جينات بابا اللي هو حماكي واخد جينات مامته اللي هو حماتك، فمن الاخر مش هيطلع حاجة تالتة، مش هيطلع عالم بره الاتنين دول، حتى لو عالم برضه هيبقى اخد نفس جيناتهم. فانتي شوفي حياتهم انتي حباها، شوفي حياتهم انتي مرتاحة. بتشوفي مثلا حماكي بيزعق لحماتك انتي عادي بالنسبة لك الوضع بعد كده؟ هل لو مد ايده على حماتك برضو عادي؟ فبجد قضي وقت كبير في مرحلة الخطوبة، في مرحلة قراية الفاتحة، قضي وقت كبير مع حماكي وحماتك، طبي عليهم غفلة كده، مش كل مرة زيارة رسمية، خدي بالك من التفاصيل. نيجي النقطة برضو اللي بعدها، مش عارفة انا وصلت الرقم كام، ولكن النقطة اللي بعدها يا حبيبة قلبي، الخطوبة مش عشان الخروجات، مش عشان تجهزي نفسك وتخلصي نفسك، الخطوبة مش عشان تتعمل 6 شهور ونخلص، لا
لا لا لا بجد، انا ضد الجوازات السريعه جدا، انا ضد قرايه الفاتحه السريعه، ضد الخطوبه السريعه، ضد الجوازات السريعه. حبيبتي اعملي قرايه فاتحه طويله، اعملي قرايه فاتحه 6 شهور سنه، اعملي خطوبه، يعني قرايه الفاتحه دي تكون بعيده عن الخطوبه، اعملي خطوبه ما تقلش عن سنتين. والله عايزه تعمليها 2.5 سنين تمام، ولكن اقل حاجه سنتين. ما تخليش حاجه اسمها بقى 1.5 سنة، 6 شهور، سنه، لا الكلام ده مش هينفع. يعني في مثل كده بيقولك ايه، ان الانسان ما بيبانش، او معظم الامراض النفسيه ما بتبانش غير بعد 1 و6 شهور. فانتي اختبريه بقى. عايزاكي في الخطوبه بقى مش يلا نخرج وهي هي هي والكلمات والرومانسيات، ما عنديش مانع والله في الحاجات الحلوه دي كلها، بس خليكي مركزه انتي دلوقتي الانسان اللي انتي معاه ده مش هيبقى ليكي لوحدك، ده بعد كده هيبقى ابو اولادك اللي هيدعو عليكي لو اخترتيه بني ادم جشع، لو اخترتيه بني ادم بخيل، لو اخترتيه بني ادم ايده طويله وعصبي، هيدعو عليكي لان هما هيتاذوا بعد كده. يعني هيتأذوا من المعاملة بتاعته، هيقولوا لك ليه اخترتي لنا اب زي ده. تمام؟ فانتي ركزي في التفاصيل. هتخرجي معاه بقى مش خروجات بقى ولفلفه وخلاص، لا ركزي، عرضيه المواقف، شوفيه لما بيتعصب بيعمل ايه، شوفيه انسان نزيه بيوديكي اماكن مش هقولك غاليه واو، بس على الاقل بيوديكي اماكن سعرها متوسط، ولا كله بيبقى تمشيه وقعدان على البحر وخلاص، ولا اخره بيبقى سينما ويلا بينا نروح، ولا اخره بيبقى مثلا بتروحوا تاكلوا في مكان وخلاص. الموضوع مش بيتقاس بالفلوس بس، بيتقاس بنزاهة اللي قدام منك. حتى لو انتوا هتروحوا في مكان بسيط، شوفي كده هو بيدي مثلا، بيسيب باقي فلوس زيادة للكاشير مثلا، او بيسيب باقي فلوس زيادة للويتر اللي بيجي ياخد الحساب. الحاجات دي بجد بتفرق بجد. كمان عايزه اقولك انه دلوقتي اي عيب انت شايفاه فيه حبيبتي ده مش هيتصلح، ده هيزيد بعد كده. يعني هو دلوقتي لو بيشتم، هو بعد كده هيسب حرفيا، انا اسفه. لو هو دلوقتي لما بتيجي تعملي حاجه ولا كده بيزغدك ولا بيلطشك، فهو بعد كده هيبقى ضرب مبرح. تمام؟ اي عيب دلوقتي هما في الخطوبه فتره تمثيل، فاي عيب بيزيد. وخلينا متفقين، اي راجل اي ست مليانين عيوب، يعني مفيش حد فينا خالي من العيب، ولكن الفكره انت بتختاري عيب انت هتقدري تتعايشي معاه ولا لا. في واحد عصبي ما بيستحملش اي حد يقول له كلمه كده خلاص. في واحد خاين بتاع ستات كتير، ما الواحده دي ما بتمليش عينه. في واحد مدمن، في واحد خمرجي، في واحد بخيل، اللي هو لا. وعلى فكره البخل انواع، في واحد بخيل يعني على نفسه، لا اللي هو يجيب لنفسه احسن حاجه لكن اللي حوالين منه لا. في واحد تاني اللي هو بخيل على نفسه وعلى اللي حوالين منه. في واحد مش بخيل على اهله، يعني بيدي اهله وبيدلع نفسه بيدلع اهله، لكن عليكي انت وعيالك لا ما يعرفكيش. فخلي بالكوا، عشان المواضيع دي هي اللي في الاخر بتعمل الحوادث اللي احنا شايفينها. الناس والجرايم اللي بتحصل دلوقتي في الجواز، مش هتقولي لي عشان دول في كرة ولا عشان دي كرة، تمام انا معاكي دول في كرة، ولكن برضو في حوادث بتحصل عادي في اسكندرية وفي السعودية في القاهرة. فالموضوع بالبني ادم. ركزي على اخلاق البني ادم اللي انت فيه، ركزي ان انت دي جوازه، يعني جوازة العمر، يا تعيشي سعيده ومرتاح بالك وعلى الاقل مش في مشاكل. ما تخلينيش اوعدك ان انت الجواز ما فيهوش مشاكل، اي جواز بيبقى فيه مشاكل حتى لو الاتنين كويسين، ولكن بيجي عليهم وقت كده بيبقى فيه مشاكل، ولكن في مشاكل عن مشاكل تفرق. في مشاكل بيكون اخرها احنا الاتنين بنزعل من بعض، كل واحد فينا في اوضه او هو بياخد بعضه وبينزل وتاني يوم بنتصافى ونتصالح. وفي مشاكل تانية بيبقى اخرها ضرب واهانه، واجيب اهلك واجيب اهلي واسمع بينا الناس واسمع بينا المنطقه كلها. لا ما ينفعش. ارجوكي اختاري صح. لو هتفضلي، انا اسفه، ما تتجوزيش وهتفضلي ترفضي في عرسان عشان انتي مش لاقيه راجل مناسب، ما تتجوزيش. اشتغلي على نفسك، سافري، جمعي فلوس، اعملي مشروع براند ليكي. ما تتجوزيش عشان يتقال عليكي انسانه متجوزه وفي الاخر تبقي عايشه حياتك تعيسه، جرى معاكي عيال انتي مش عارفه تعملي فيهم ايه ولا تصرفي عليهم، مضطره تعيشي في وضع انتي مش طايقاه عشان اهلك ممنوع الطلاق،
عايشه مع بني ادم خايفه منه وطول الوقت مش حاسه بالامان. لا، ليه؟ احنا دلوقتي في القرن ال21، احنا دلوقتي في زمن السوشيال، في زمن ان الست ليها مكانه عاليه، تقدري تشتغلي في اي مكان، تقدري يبقى ليكي اي وظيفه، بتقدري تشتغلي في اي شيفت. فارجوكوا اختاروا صح. يا رب يكون الفيديو مفيد.